لما قررت اعمل الكورس الاونلاين ما بداتش بالكورس الاونلاين. عارفين ليه؟ عشان انا ما كانش هدفي ان اعمل فلوس كتير من الاول، على قد ما كان بالنسبه لي يبقى كورس واحد فيه كل الاستفسارات اللي ممكن تخطر في بالك مهما كانت. تقول لي يعني ايه؟ هقول لك لما ادي كورسات من 2019 هكون احتكيت بالاف من الطلاب. لحد دلوقتي في اكتر من 2000 طالب خدوا عندي كورسز، والكلام ده مش كلامي. شوف في اكتر من 1000 بوست نازل لحد دلوقتي على السوشيال ميديا، على انستجرام وغيره. فاحتكيت بكم هائل من المدربين، كل دي اسئله هم بيسالوها، فكل الاسئله دي بقت موجوده في ضمن السلايدز اللي عندك في الشرح. وبكده اي سؤال هيخطر في بالك مهما كان، حتى والكورس مسجل اونلاين، والله بضمن لك ان السؤال ده هتلاقيه موجود ومتجاوب عليه وبالتفصيل. طب لو في سؤال جديد ايه اللي بيحصل؟ الكورس بيتصور منه اجزاء جديده وبتتحط لك برده اونلاين، وفي كوميونتي بيكون موجود وجروب على الواتساب. فلو عايز تكون مدرب شاطر قادر تصمم برامج تدريبيه بجد وتجمع كل البيانات الممكنه عن العميل، ازاي تجمعها، ازاي تعمل اسسمنت وتعمل اختبارات للعميل عشان تصمم له اقوى برنامج تدريبي ومناسب لمستواه، وتفهم كل ما هو يخص التشريح وعلم الحركه والتفاصيل الداخليه، كل التفاصيل تفاصيل التفاصيل، مش مجرد قشور بقدمها لك وفي الاخر تحس ان انت مش عارف حاجه. كل ده هتلاقيه في الكورس. ابدا مع حاجه موجوده بالفعل ومعمول عليها الاف الريفيوز، فما تضيعش وقتك وما تعيدش اختراع العجله. ابدا دلوقتي حالا في كورس الاكثر مبيعا في التدريب.